تعنيها منطقة الصباحية؟ طبعا منطقة الصباحية نتيجة الإهمال وعدم التخطيط الحكومي عانت من مشاكل كثيرة، تراكمت هذه المشاكل على مدى السنوات. طبعا في مشاكل مثل مناطق الكويت، بس في مشاكل تمتاز فيها فقط الصباحية وبعض المناطق. ايش رايك استاذ ابو سعود نراويكم هالمشاكل على الطبيعه حتى تشوفون انتم مشاهدينكم هالمشاكل؟ تفضل. ابو فهد، انت تكلمت على المشاكل اللي في منطقه الصباحيه وقلت في مشاكل خاصه فقط بمنطقه الصباحيه وهي مشاكل نادره. شنو هالمشاكل اللي تتكلم عنها؟ طبعا انا اقصد في شنو؟ ان عندنا 3 بلوكات، بلوكين في قطعه 4 وبلوك في قطعه 3. هذه البلوكات تتسع ل 400 قسيمه. ايام ما توزعت البيوت الصباحيه بالستينات والسبعينات كان يفترض ان وزاره الاسكان تبنيها، لكن للاسف انا اتوقع ان في شيء خطا صار. شلون توزعت 400 قسيمه صار خطا؟ شلون صار خطا؟ هو طبعا هو مو خطا، هو الواضح ان هناك في اختلاسات صارت في هالموضوع. مو بس كذي، عندنا مدرسه ايضا قبل 6 سنوات كان يفترض انها تنبني، تحوطت، فتفاجأنا ان المدرسه على الخريطه موجوده وتم تسليمها لوزاره التربيه، لكن ما لها وجود على الطبيعه، والى الان السياج موجود وراح نمر عليها وتشوفونها. كلمني عن الخدمات في منطقه الصباحيه. وللاسف الخدمات جدا اسوء من السيئه. يعني راح ناخذ جوله بالبريد وراح تشوفونها، بالمكتبه العامه، الجمعيات، للاسف ما في اهتمام كلش بهالمنطقه. مع العلم يعني ان فيها عدد سكان كبير. الجمعيه قامت بدورها؟ واحنا ما نقدر نقيم الجمعيه كتقييم، لكن احنا نقيم المباني سيئه والخدمات سيئه. للاسف المنطقه تحتاج الى نفضه حقيقيه في بنيتها التحتيه حتى تنتهض وتكون مثل مناطق الكويت. فهد، في عزاب منطقه الصباحيه؟ طبعا منطقه الصباحيه يميزها ان فيها عزاب كثير. يميزها ان فيها عزاب كثير، خاصه في القطع القديمه. هل في هناك حدائق او مراكز للشباب تعتني بالشباب؟ هو طبعا في مركزين للشباب، مركز كان ايضا ما له وجود لكن انبنى الحمد لله قبل كم سنه، ومن تاسست الصباحيه وهو موجود على الخريطه اخيرا بنوه. لا هو مركز شباب ولا هو نادي، ساحه شبابيه. يعني انا اتمنى ان الهيئه العامه للشباب والرياضه تحولها لنادي رياضي. عندنا حديقه واحده، ممكن طفل انا امر عليها لا زالت هي نفسها ما تغيرت، لا فيها تطوير لا فيها العاب. الوضع الامني شلون يعني؟ انا سمعت ان في شباب يقحصون وبالذات لما يصير مطر ولا شيء زلق. وطبعا احنا مرات لما نكون داخل بيوتنا ما نعرف ان في مطر الا من التقحيص، نسمع صوت التقحيص نعرف ان في مطر. طبعا التقحيص في كل المناطق يعني موجود، لكن احنا عندنا بكثره لدرجه ان تسكر الشوارع الرئيسيه وقاعد يقحصون. يعني مخفر عنده دوريتين ودوريتين كحيانه يعني قديمه، والله وين يقدر على هالناس؟ والمخفر لو تدش داخل تلقى شرطي ولا شرطيين. طبعا هذه المشاكل المهمه اللي قاعدين يعانون منها اهل الصباحيه، مثل ما انتم شايفين المستوصف تحت الترميم صار له 3 شهور. طبعا هذه سببت معاناه لاهل المنطقه، لان تم تحويل نص المنطقه للعلاج في منطقه فهد الأحمد. تكلمنا ابو فهد عن جنوب الصباحيه اللي هي منطقه الوزارات حق الدائره الخامسه كلها، يعني حق منطقه الأحمدي بشكل عام. هذه المنطقه يفترض ان تخصص فيها الاراضي بعنايه. احنا تفاجأنا ان مخصصين للاسف فيها مبنى لفرقه شعبيه، احنا على عيننا وراسنا دور الفرقه الشعبيه ما ننكره، لكن ايضا يا جماعه احنا بحاجه لتخصيص اراضي للمستشفيات، اراضي للمؤسسات الحكوميه، اراضي للجامعات والمعاهد، بدل ما يروحون عيالنا للكويت ولا حولي ولا غيره. فجنوب الصباحيه فيها سنترال الصباحيه اللي انضرب 2/8/90، يعني هذا له 18 سنه الى الان حطام وركام. وبعدين المنطقه ما لها الا مدخلين، مدخل من صوب الفحيل الصناعيه ومدخل من صوب الصباحيه. ولما تصير اوقات الدوامات وبعد ما يفتتحون مع التطبيقي اللي الحين هو المهني اللي حاطينه راح تسبب زحمه كبيره. تخيل في جسر يطلع من نادي الساحل يفترض يربط المنطقه كلها بين فهد الأحمد وبين الصباحيه بدوار ايضا طريق القوس اللي هو نسميه احنا لفه الموت اللي قاعد يموتون فيها ناس كل سنه. فهذا الطريق رملي الى الان للاسف ما ربطوه، زائد انه في بايب نفطي، والجماعه ايضا شافوه في ليزر وهذا مضر بصحه الناس. شلون بايب نفطي في ليزر؟ هم حاطين اشعه ليزر لحمايه البايب النفطي من التخريب وغيره.
لكن انت ما هذه تحمل منطقة سكنية؟ داخل منطقه سكنيه. فهد، انت كلمتني على بلوكات موجودة على الخريطة، يعني بيوت موجودة على الخريطة بس على أرض الواقع مو موجودة. أنا صراحة لحد اللحظة هذه ماني مستوعبها، إيش تقصد إنها موجودة مو موجودة؟ هو طبعا وضع طبيعي جدا ان ما حد يستوعب اللي انا قلته لك، هو وجود بيوت على الخريطه ما لها وجود على الطبيعه. علشان كذي احنا اصرينا ان نزور هالمكان. فهد، انت كلمتني على موضوع البايب اللي حاطين له ليزر ويحذرون من الاغتراب، يعني منطقة سكنية مثل هذه يعني المفروض ما يكون فيها شكل خطورة على الناس؟ طبعا يشكل خطوره. اول شيء بايب وسط منطقه سكنيه. ثاني شيء مثل ما انتم شايفين هني تحذير وجود اشعه ليزر. بعدين غير هذا كله طريق رملي مثل ما انت شايف ومهمل، فيفترض هذا كله يصير اسفلت ويمتد ويرتبط بدوار للطريق الثاني، وعلشان يربطونه في طريق الملك فهد. هذا الطريق انا اشوفه انه بسبب مشاكل حق الناس، ازدحام وايضا كسر سياراتهم، اتلاف ممتلكات المواطنين. طبعا يفترض انه من زمان سووه، وهو على المخطط قار موجود، لكن ما قاعد نشوف تنفيذ. ويفترض ايضا ان هذا الطريق يربط القطعه الثانيه اللي من الصوب الثاني بطريق الملك فهد، وايضا الى اليوم ما في شيء. وفوق هذا كله اكو لفه هناك على طريق الغوص اسمها لفه الموت. هذه يفترض يا ينحط قدامها مطبات يا ينحط دوار يربطها بالقطعه الثانيه ومن ثم على طريق الملك فهد. فهد، انت كلمتنا عن مدرسة موجودة على الخريطة بس على أرض الواقع غير موجودة، سالفة المدرسة هذه؟ هو نبي نسأل احنا وين الطلبة وين المدرسين؟ هذه المدرسة اللي موجودة على الطبيعة قبل 6 سنوات قامت وزارة الأشغال بتسييجها لبناء مدرسة. طولوا علينا وزارة الأشغال، بعد 2 سنين سألنا قالوا المدرسة انبنت بالفعل. احنا المشكلة الآن مو المدرسة وين راحت ومن اللي يعني اختلس أموالها، احنا هذه مو شغلتنا كمواطنين، لكن احنا كمواطنين نبي ينبني مدرسة مكان المدرسة أو ينشال لها السياج. فهد، انت كلمتنا على موضوع سنترال جنوب الصباحية، وقلت لي ان السنترال هذا على حاله صار له يمكن 10 سنوات و 11 سنة، شنو مشكلته؟ هذا المقسم اللي هو سنترال الصباحية انضرب أيام الغزو، فقررت الحكومة إعادة بنائه. فبلشوا مثل ما أنتم شايفين على اللوحة بناءه ب95 والمفروض كان ينتهي ب97، لكن لسبب لا نعرفه احنا تم إيقاف المشروع. زين، وقفت المشروع، يا تكملون يا تشيلون.